السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم ان شاء الله في فيديو جديد. كما كتشوفوا هذه جوهره مخططه على الطول وتوب، يعني ما كافيش. غادي نوريكم هذا الدرس، هذا مهم جدا. علاش غادي نوريكم الطريقه باش غادي نخرجوا الكمام، لان ما غاديش يشفط لنا في التوب الكم مقاد، ولكن غنوريكم الطريقه اللي كيجيو فيها الكمام فيهم الخراط، ولكن كيجيو زوينين، يعني ما كيبانوش. وهذا هو الدرس ديال اليوم. يعني الفصل راه درتها معكم شحال من مره، وماشي مشكل اللي طلباتها مره اخرى نعاودها لها، ما عنديش مشكل. المهم هنا الثوب طويناه على جوج على العرض ديالو، وطلقناه على الطول، طلقناه كامل. هاد النص هذا غنخرجوا فيه الامام اللي هو مفتوح من اتجاه الملهى. دابا نوري لكم. صافي خدينا العبار ديال الكتاف بطبيعه الحال، وكنهبطوا ب 3 سنتيم ديالنا، وكناخذوا العبار ديال التركيز، وكنديروا زاويه قائمه كيف ما كتشوفوا، وكنحرفوا بطبيعه الحال كما العاده، الطريقه المعتمده اللي كنديرها معكم دائما. هنا غادي ناخذ الإيفازي، يعني غنهبط ب15 وغادي ندخل ب2 سنتيم، لان السيده ما عمرش بزاف، يعني زوينه الإيفازي تجي مزيانه. المهم غادي ناخذ دابا ان شاء الله، غناخذ العبار ديال الطول، غناخذ الطول وناخذ القياس ديال الجليل ديالنا اللي غنديروا فيهم 45 باش كيجي القفطان واسع من التحت داير وكيجي زوين. هنا غير سمحوا لي ما ندورش الكاميرا باش تبان لكم. المهم هادشي اللي كاين. وهنا غنصلوا بين النقاط، يعني من عند الايفازي حتى لعند الجليل فين عبرناهم. غادي دابا نقطعوا ان شاء الله بالمقص ديالنا. ها نتوما كما كتشوفوا هاد ديال الامام راه مفتوح، الثوب مفتوح، وهذا نتمنى ان شاء الله الدرس يكون مفهوم. وهذا هو علاش درت هذا الدرس على الكمام. ان شاء الله دابا غادي تشوفوا كيفاش، تبعوا معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. هنا درنا دورنا سمحوا لي، دورنا التقوريره ديال العنق، وغادي نقصوا ان شاء الله. وخليكم معنا حتى نكملوا ان شاء الله الدرس ديال اليوم كامل. كما كتشوفوا يعني غادي نقطعوا هنايا الامام، وهاد الطريفات هادو اللي غيشيطوا لنا من الجنب. دابا هذا اللي شاط لنا من هنايا من هاد الجنب هو ان شاء الله اللي غادي نخرجوا فيه الكمام. هو الامام ديالنا قديناه، يعني قطعناه، وهذا هو النص الاخر، يعني بحال تفصيل قسمناه من النص. يعني النص درنا فيه الامام، وهذا ان شاء الله غنديروا فيه الظهر. كما كتشوفوا هي الفتحه ديال الثوب جهه مفتوحه هي اللي وليت من هاد الجهه، والجهه الاخرى هي اللي غنقطعوا فيها الظهر اللي كيكون مسدود. وكيف العاده يعني كناخذوا الامام بحال شكل باترون، كنحطوه كنخرجوا ديك الحاشيه اللي كتكون شايطه في الثوب وقطعناه. وهذا هو الظهر كما كتشوفوا، ها هو مسدود. المهم البنات هانتوما كما كتشوفوا هادو هما الطريفات اللي شاطوا لنا من الامام ومن الظهر. هاد الطريف اللي مسدود هنا هو اللي شاط لنا من الامام، يعني شويه عريض. غادي نشدوه ان شاء الله، وغادي نقسموه على جوج. المهم تبعوا معايا الخطوات، راه سهله باش انكم تقادوا الكمام واخا ما شاش لكم الثوب. غادي نقطعوا الثوب، نقطعوا الطرف هذا على جوج نيشان مقادين، ومن بعد غادي نعبروا ناخذوا القياس ديال الكم ديالنا. هنا البنات انا قصيت داكشي اللي غادي يخصني في الكم، يعني كنزيد بالزايد يعني باش ملي نقطع الكم ديالي يكون عندي العبار مضبوط. كنحيدو بطبيعه الحال هذوك الزوايد اللي كيكونوا زايدين. غادي نحيدو التراجيل اللي عندنا في الكم. بطبيعه الحال كنقدو دائما كنقادو الثوب ديالنا باش ملي كنقطعوا الحاجه كتكون مقاده. المهم هانتوما البنات هما الطريفات بجوج مقادين. تبعوا معايا البنات الخطوات، راه يعني حاولت اني نبسط، يعني نمشي بشويه خطوات باينين باش تفهموا الدرس.
ولا هذا هو الدرس علاش اللي بغيت نهضر عليه هو هذا. بطبيعة الحال هادو هما الطريفات اللي شاطو لينا من الظهر اصلا مفتوحين. دابا غادي نطويو 2 سنتيم باش الخياطه كتمشي لينا ورا الظهر او ورا الكتف، يعني ما كتجيناش الخياطه الامام ديال القفطان، كتجينا من اللور. هذا هو اللي كنسميوه الخراط او الخرط. اللي كنزيدوه وما كيبانش، كيجي زوين، وكنلقاو الكم ديالنا يعني زوين كيبان مقاد. هانتوما البنات يعني كنتنيو دوك 2 سنتيم وكنزيدو الطرف الاخر، ومن بعد ان شاء الله غادي نمشي نسورجيهم باش نجمعهم، باش ملي غنمشي نحط العبار ديال الكم غادي نحطو مضبوط ونخطى ان شاء الله. وانا معاكم، خليكم معايا البنات. هذا هو السورجي اللي سورجيت، جمعت دوك الطريفات بجوج هما هادو. هانتوما كيبان لكم يعني هاد الطرف اللي من هاد الاتجاه هدايا ديال نقولوا ديال اليمين عريض، والجهه الاخرى هي اللي كتكون هي اللي صغيره، باش ملي غنتنيو غادي تمشي ديك الخياطه غتمشي لنا اللور ديال اليد. هانتوما البنات هو هذا. دابا غادي نطويو اللي ما جاتها التعبريده ديال الخياطه دايره بطبيعه الحال راني سولجيت وخيطت مزيان خياط بالخياطه وصافي. دابا غنحطوا الثوب ديالنا غنقادوهم بجوج وناخذوا العبار. تحاولي دير المصلوح لان من بعد راه درت المصلوح جاتني الخيط، حيت الثوب ديال الجوهره كيكون رطب بزاف. هادشي علاش انني راه من بعد راني حددتهم مزيان. وسمحوا لي انا كنوريكم يعني طريقه مبسطه نتوما باش تبان لكم الثنيه ديال السورجي. شفتوها يعني 2 سنتيم ولا 2 سبعان باش كتمشي تجي. وكاين اللي كتجي اكثر، يعني تقدري تهبطي حتى ل 4 سنتيم قد ما هبطتي، يعني على حسب الثوب. كل وحده والثوب اللي شاط ليها على حسب الثوب. انا دابا الثوب انا ما شاطش ليا بزاف، والسيده عندها شويه الدراع يعني درعينا عامرين شويه. انا حطيتهم دابا هي كما كتشوفوا، وحطيت العبار ديال الكم والحمد لله. يعني الكمام قديتهم والقفطان بالكمام ديالو الحمد لله. المهم هذه هي الطريقه. نتمنى يعجبكم هذا الدرس ديال اليوم ان شاء الله. وما تنسونيش باللايك، لايك زوين ديالكم البنات، والتعاليق. واللي ما فهمتش شي حاجه واللي ما فهمتش هاد الكمام غادي نعاودهم ان شاء الله درس اخر. اللي ما فهمتش الدرس تعاود تقولها ليا، وان شاء الله انا في اتم الاستعداد انا نعاود الدرس من جديد. هانتوما البنات هذا هو لكم مفصل مقاد. الزياده اللي زدنا هي هذه، ونتمنى الدرس يكون يعني الشرح مفهوم مزيان. وتبارك الله عليكم وجزاكم الله خيرا، ومع السلامه الى فيديو اخر. مع السلامه.